لسان حال طفل هجروه طفولته أوقفني وكاميرتي لكي يقول قفا نبكي دم من ذكر ديار ومدرستي اغتصبوها ظلما ومتى المنقذ سيأتي. وبيتنا داعش وكان عندنا هواي حاجة عندنا بستان هواي وهنا جينا 50 متر بيتنا 10 نفرات وحتى بيع بنزين حتى طلع البيت الإيجار 150. وسام ابن 9 سنوات ولد في محافظة الموصل العراقية ناحية القبة. عاش هو وأفراد عائلته المتكونة من 10 نفرات شيئا من الراحة والدلال، ولكن ذلك لم يستمر كثيرا حتى جاء أولياء كالمغتصبون من الدواعش ومن وضع بطريقهم ذلك البساط الأحمر الذي لونوه بدماء الأبرياء. اضطرت عائلة وسام حالها حال آلاف العائلات للهجرة من الشمال إلى الوسط والجنوب واستقبلوهم هنا. يعني هم جو هنا حطوا بمنطقتنا مهجرين وجوا هنا بمنطقتنا سكنوا. والله حالتهم مأساوية جدا، يعني وضعهم المادي تعبان، قاعدين بإيجار، هم خطية يتهجروا من هناك. كانت هناك حالتهم مكانهم مدينتهم مستقرين بها، بس من جو لهنا تعرف أي واحد يعني من يعيف منطقته ويتهجر من عندها صعوبة إنه يلاقي المكان اللي يرتاح به. أولا قاعدين بإيجار، أبوه معوق، والدته مريضة، خلي تشوف حالته إنه جاي يبيع بنزين وقوة يلا يطلعون مصرف بيتهم. وأصبح وضعه المادي متدهورا إلى حد ما، مما اضطر أبوه المعاق وجعله يترك الدراسة حتى يقوم ببيع الوقود إلى أصحاب الدراجات النارية كي يكسب بذلك لقمة العيش ودفع الإيجارات مرتفعة الثمن. جينا على المنطقة الحمد لله ما قصروا ويانا المنطقة حلوة ويانا زينين، فشوي وضعنا تعبان يعني. جينا الحوش صغير فما نقدر نعيش يعني بالحوش، حوش صغير عندنا فد مرة. رأيتنا يعني تعبانة بشكل، يعني ماكو شغل ماكو عمل ماكو هنا. واحد عندي بس يشتغل فيجيب لنا بس المصرف، الولد يبيع بنزين على ما يطلعنا إيجار البيت. وبالوقت نفسه هنالك سبب آخر لترك معظم طلاب مدارسهم من القومية التركمانية والمكونات الأخرى، هو أن وزارة التربية لم تراعي القومية في المناهج في الصفوف الابتدائية بالنسبة للنازحين، وأن أغلب التلاميذ يصعب عليهم اللغة العربية، ولعل أغلبهم لا يجدون العربية تماما، وبذلك يكون قد قضوا على مكون من مكونات الشعب العراقي وأزادوا لظلمته ظلما. جينا هنا ما نفهم عربي، ما نفهم أسبوع صعب علي. زين ليش أغلب الطلاب عافوا المدرسة؟ عفوا ما يعرفوا. أنا معلمة في حسن بإحساس المهجرين أخواننا المهجرين في العراق، وإحنا لا نتمنى أن يكون هذا الوضع المأساوي إلى طلبتنا الأعزاء لكوني عراقية وأشعر بالوطنية، ولكن الظروف الحالية التي تمس العراق بصورة عامة تمنع من الاعتناء بهم واحتضانهم في مدارس خاصة لهم، لأنها ازدياد المعاناة للشعب العراقي هو أسباب خارجية وليس داخلية. ولكن نتمنى من هذا المسؤولين أن يكونون بأكثر من الجهد هذا لتوفير أماكن أو صفوف لتدريسهم وتخصيص لهم معلمين خاصين تربية ما عندها إمكانية لتوفيرها وتعليمهم بالطريقة اللي هم نتمناها لكل طالب عراقي. رسالة وسام أصبحت واضحة، ورسالتي أيضا كإعلامي، وننتظر الشرفاء حتى نستمر في نقل الحقيقة من أمام أحد منازل النازحين في محافظة النجف الأشرف. منتظر الزرفي لقناة المصورات على اليوتيوب.